السلام عليكم الاخوان، تحياتي للجميع وكنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ودوزتوا نهاركم على خير وبخير. كما شفتوا الاخوان، الفيديوهات اللي كنشاركوا معكم طلع لي في واحد التعليق، قال لي واحد الاخ دير لنا فيديو على العجول اللي رابط. مرحبا الاخ. بالنسبه للعجول اللي رابطين كاين البلجيكي وكاين الكروازي. هادو كروازيين هما 4. هذا بلجيكي قال لك هضر لنا على الربح، هضر لنا على هامش الربح، واش كاين شي ربح في العجول ولا لا. اللي بغيت نقول لكم الاخوان، هاد العجل راه مشري. هاد العجول هادو ولاد البقرات، يعني الارباح فيها بزاف ديال المسائل. الا بغيتي تعرف الربح وشحال يعني ديال الربح اللي كاين، راه ماشي عن عجل مشري، ماشي هو ولد البقره. كتفاوت نسبة الأرباح. جينا اليوم غادي نشاركوا معكم الإخوان هذا الفيديو، الناس باش تستافد، لأن كاينين الناس باغيين يديروا مشاريع. جينا نقدموا لكم معلومات على هذا المشروع هذا. بالنسبة أول حاجة غادي نهضر معكم في الفيديو الإخوان، إلا ما كانش عندك الإخوان كوري وكوري بمعنى الكلمة، راه هذا المشروع غادي تتخطى فيه الإخوان، لأن الكوري كيلعب دور كبير. شنو هو الكوري؟ الكوري الإخوان هو البلاصه فين غتعلف او كيتسمى المرقد. المرقد الاخوان هو الكوري. المرقد خصو يكون مزيان، الا بغيتي البقر يطلع لك في العلف مزيان. بالنسبه للاخوان الكوري، السيمه راه كتشد الصهد، السيمه كتشد الصهد بزاف في الصيف، وفي البرد عاوتاني كتشد البروده. لهذا انا كنفضل الكوري ديال المقدار، يعني بالغيس او الطريقه التقليديه، او تبني بالطوبيه ومن الفوق في التسقيفه تسقف بالعود والقصب والغيس باش يعطي البروده، كيشد البروده الاخوان. لان في الصيف راه بحال هذا العجل هذا في هذه الحراره اللي دازت هذه السيمانه راه كيذوب الاخوان، كنجيو ندخلوا لعندو كنلقاوه حرقان. هذا اشكال. انا كنهضر لكم من حيث الكوري الاخوان. الكوري الا ما كانش البروده والسخونيه في وقت البرد راه العجل ما يطلعلكش. لهذا كنفضل الكوري يكون التسقاف ديالو، الا كان بني بالسيمه التسقيفه ديالو تكون بالتراب باش يشد البروده، ويكون اتساع راه كيلعب دور كبير. يعني الكوري يكون فيه واحد 5 متر ديال الارض او 6 متر باش يكون الكوري مهوي وتكون عنده استراجمات ومهويا. التهويه عندها دور اساسي. هذه الناحيه الاولى الاخوان. بالنسبه للعجول كاينين جوج انواع، كاين المشري وكاين ولد البقره. راه ما يكونوش الارباح بحال الاخوان. اللي مشري كتلعب على المشرى بشحال شريتي، وكتحسب القيمه اللي وكلتيه بها شحال خاسر في الماكله، وكتزيدها على المشرى وكتقسمها على النهوره، وكتشوف التوتال ديالك شحال خسرتي وبشحال خصك تبيع. وكتمشى على السوق الا كان طايح، واخا شاري وخاسر مثلا 20,000 درهم 2 ملايين، تجيبك الصمته في السوق راك تبيعو بقل. كان السوق زاهي راك تبيع بكثر، لان الارباح راه ماشي غير علفتي مزيان ووكلتي مزيان راه كاين الارباح، داكشي حسب السوق. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه الاخوان، بالنسبه للعجول ولاد البقرات، هادو كيتزادوا لمده عامين عادي ما لك تبيعهم. يعني كيرضع فمو واحد من 6 شهور 7 شهور حتى العام، من بعد كيخرج يسرح واحد 3 شهور 4 شهور في الربيع، عاد كيدخل الكوري يعلف واحد 3 شهور ولا 4 شهور اخرى. يعني الارباح الاخوان راه صعيب باش تضبطها. راه يكذب عليك الكذاب يقول لك انا شريت عجل ب2 ملايين خسرت عليه 100,000، هي 200,000 وبعته ب3. عاد تمشي انت عاد دير نفس الطريقه وعاد تكون عندك نفس الارباح، راه ما يمكنش. يعني اي واحد داير هذا المشروع ديال الرباط كتختلف عنده نسبه الارباح من شخص الى اخر. هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه الاخوان، لي طريطمو ديال الدواء. يعني شريتي عجل من السوق خصك تجي تداويه، تعطيه الخل 3 ايام، تعطيه الرايب، ودير له الشوكه ديال السمانه. كنسميوها حنا الشوكه ديال السمانه. هذيك الشوكه السمانه شنو كدير الاخوان؟ كتنقي العرض، كتخرج له فيه شي وسخ، الكولور الزغبه كترقد، كتلعب بزاف ديال الدور. الرايب الاخوان، الدور ديال الرايب شنو هو؟ الدور ديال الرايب
كيحيد الفرطوط من الكرش، يعني كاع داكشي اللي كياكل معاه كيعطيه العلف. الكرشه ديالو او المعده كيكونوا فيها حشرات، الفرطوط، بزاف د الحويجات كياكلوا معاه. بحال كما كنقولوا الانسان الاخوان فيه السينته، وبحال هكاك الكسيبه، هذاك الرايد كينقيه من الداخل باش الماكله اللي عطيتيها له كتبان عليه. واش فهمتوني الاخوان؟ بالنسبه للخل كيحيد السموم، السموم اللي عنده في الكبده، يعني في المسائل ديال الداخل ديالو كيحيد ديك السموم. بالنسبه ديال الشوكه ديال التسمين كتحيد، راه لاحظتوا فاش كدقها للارض تيبداو يخرجوا له واحد الدرونات هنا كراكب، هذاك الشيء هو اللي كينقيه. يعني الدواء ضروري الاخوان. وكنتبع الحاله د العجل يوميا، كان فيه شي مشكل كنعلم الطبيب ديالي وكيعطيني التريتمون كنتبعها مع العجل باش دائما يكون صحه جيده. بالنسبه للماكله الاخوان، الا كان عندي الربيع هذه من جهه، الا كان عندك الربيع وشتي العجل شريتيه غتجي تقدر تبقى تعطيه الربيع مع العلف واحد الشهرين ولا 3 شهور. من بعد كتبدل له الهيشار، ملي كتقرب تبيعه بواحد الشهرين او 3 شهور اخرى كتبدل له البال والعلف باش كيبدل الخضره وكيكون العجل مزيان. بالنسبه للربيع الاخوان كنهضر لك على الفصه ال5 سنين، اللي عنده فصه ال5 سنين كتلعب دور كبير، لا خضره ولا يابسه. راه اللي عنده مشروع باغي يدير مشروع ديال التسمين راه خصها تكون عندك الفصه، لان الفصه كتلعب دور كبير وكذلك كطيح لك ولا كتقلل لك الميزانيه ديال العلف، لانها كتعاونك كتكون الفصه ديالك ما شاريهاش. المهم هو يكون عندك السقا، الا عندك البير والسقا وباغي تربح مزيان في العجول الاخوان ديال التسمين ولا البقرات، خصك دير لهم الفصه كتعاون بزاف. تقدر تعطيها لهم خضراء وديرها فوراج تيبسها واحد شويه وكتباليها كتبقى تعطيها لهم مع العلف. بالنسبه قلنا للارباح الاخوان، داكشي كيبقى ارزاق. راه يكذب عليكم كذاب ويقول لك انا ربحت انا كذا انا كذا، داكشي راه كيبقى ارزاق. كنشري العجل اول حاجه كنتوكل على الله سبحانه وتعالى وكندير النيه. الا بغيتي تربح على الارض كدير النيه، كتمشي للسوق كتضرب دويره كتشوف عجل مناسب تكون الكاليتي ديالو مزيانه. بالنسبه للاخوان ها الكاليتي اللي كنهضر لكم عليها بحال هادي، راه كاين فرق ما بين عجل بلجيكي وكروازي وشارولي. على حساب هاد الماركات البلجيكي كدير اللحم ومطلوبه السوق الاخوان، ماشي بحال العجل الكروازي كما كتشوفوا معايا. هذا عجل ولد البقرات لاطاي ديالو من اللور الاخوان ما مفتوحاش بزاف، شتي كي دايره. هذا هو الفرق اللي كاين. الا شفتوا معايا البلجيكا الاخوان، هذا هو البلجيكي كما كتشوف معايا. شتي من اللور كي دايره الاخوان، عندك غيمشي يضربني بشي ركله عاوتاني يصدقوا غادي للطبيب ولا شي حاجه. ياك تحياتي السي الحسين. هذا الاخ السي الحسين هو اللي مقابل هاد العجول كيعلفهم ومتبع معاهم العلف داك الشيء. يا سلام، اي معلومه بغيتوها خليها في كومونتير غادي يجاوبكم السي الحسين. مرحبا. لان هذا كنعرفوا الاخوان طبيب ديال البقر اللي هو معروف كيعطيك الادويه، الشوكه يقول لك السخانه يقول لك شي حاجه. هذا الطبيب ديال البقر واخا ما قاريش على داك الشيء، هذا الطبيب في الماكله يعرف العجل شنو خاصو شنو ضارو، كيحس بها الاخوان. والله العظيم ما نزيدها لكم، كيحس بالعجل يدخل الكوري كيحس بالحاله واش خاصها شي حاجه. السي الحسين راه فلاح ومولوع بالكسيبه. فهمتوا؟ بغيتوا شي حاجه شي استفسار ولا شي حاجه مرحبا، خليوه لنا في كومونتير غادي نجاوبوا كلشي. بالنسبه للارباح اللي كنقولوا حنا الارباح كما قلت لكم راه كاين فرق على الاخوان ما بين البلجيكي، الشارولي، الطلياني، الكروازي، البلدي. وباش تعرفوا كاين الفرق كل حاجه وثمنها. هنا باش كتعرف البلجيكي ثمن عالي، اللي تابعوا مثلا الشارولي الطلياني كل حاجه بثمنها. الحاجه اللي كتلقاها بثمن مرتفع كتعرفها راه حاجه اللي هي كاليتي مزيان. الاخوان اللي بغى يدير شي مشروع يتوكل على الله كما قلت لكم، يدير كوري يكون مزيان اللي هو بارد في الصيف سخون في البرد، يكون الارض مسيمه المجاور مزيانين، يجيب سليعه مزيانه وغيجيب الله الطرف ديال الخبز. راه ما غاديش يتخطى. كما قلت لكم الاخوان ما غاديش نحكموا على الارباح، يعني باش ما نصيفطش شي واحد يبقى يفكر ويحسب بدماغه هذيك الافكار ديال انا غنشري ب2 ملايين غنوكل 100 غنبيع ب3 نصدق رابح 100.
هادشي كامل كاع حيدو من راسك، توكل على الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي كيرزق. توكل على الله والربح يجيبوك الله سبحانه وتعالى. تقدر تكون 50,000، تقدر تكون 60، تقدر توصل لك الارباح حتى ل 150 الا عرفتي كيفاش دير التعامل. كما قلت لك، الا كنتي زارع الفصه التبن ديالك ما شاريهش. بالنسبه للعلف كنتي فلاح داير شويه الشعير درويزه، داير فويلات، يعني كتشري غير النخال هذاك الشيء قليل، راه تقدر توصل لك الارباح حتى ل 150 160 الف في العجل. اما الا كنتي كتشري التبن، تشري البال، تشري العلف، النخاله، تشري كل شيء، راه كتبقى لك شي حاجه اللي هي قليله. تقدر تربح 40,000 50,000 60,000 على حسب. يلا نمشيو نشوفوا العجول الاخرين. هادوك غنديروا لهم فيديو بوحدهم السي الحسين، لان هادوك عجول كيرضعوا. حنا الان كنديروا فيديو ديال العلف، لان بعض الاخوان سولونا على مشروع ديال تسمين العجول، واش مشروع مربح ولا لا. كنقول لكم راه مش مشروع مربح، واي مشروع فيه خصك تاخذ الاحتياطات ديالك، لان اي ميدان مشيتي ليه فيه الخساره وفيه الربح، راه ما تمشيش على الربح. دائما دير الاحتمال الثاني باش ما تضيعش الاخوان، لان الاحتماليات كيكونوا بجوج في اي مشروع بغيتي ديرو. الحاجه اللي ننصحكم بها هو تكون عندك واحد الدرايه في هذا الميدان. الا ما كانش عندك درايه في هذا الميدان راك ما عمرك تربح. نسول، كاينين فيديوهات في اليوتيوب فيسبوك، كاينين ناس عندهم تجارب، نسول على راسي، نسول هذا الفلاح، نسول الفلاح الاخر، ناخذ معلومات، نعمر راسي باش نخدم الا بغيت نربح. اما باش نجي عام ما عمري درت هذا المشروع ونجي ونبغي ندخل عليه، كون اكيد راك غتخسر. فهمتوني يا اخوان؟ تحياتي للجميع وشكرا على الناس اللي كيدعمونا وعلى الكومونتيرات الزوينين، وعلى كاينين بعض الاخوان فايتيننا بشي افكار حتى هما كيزيدوا يعطيونا دوك الافكار وحنا كنستافدوا منهم. يعني حنا هنا باش كنستافدوا من بيناتنا. تحياتي للجميع وشكرا على الدعم، وشكرا على لي كومونتيرات الزوينين، وشكرا على الناس اللي كتخلي لنا كومونتير هنا وكتقول لك دير لي فيديو على شي حاجه بغات تستافد. كنقول لكم من هذا المنبر اكيد غادي نجاوبكم كاملين وتكون الاستفاده اللي هي مزيانه باش ما نضيعوا حتى واحد الاخوان. وتحياتي للجميع، بارطاجيو الفيديو، خلي لايك، ابونا في القناه باش تزيد تكبر العائله ديالنا الاخوان وتوصل المعلومات لبزاف الناس، وهكا باش تكون استفاده عامه الاخوان. تحياتي للجميع وشكرا لكم. بيس.